النهارده التاريخ بيتكرر تاني، بس المرة دي احنا اللي بنكتبه من قلب الجيزة بجانب الأهرامات، من قدام المتحف اللي بدأ حكاية الحضارة الحديثة. مصر رجعت تاني تنور العالم وتقول احنا الحضارة اللي ما بتموتش. الاحتفالية دي ما كانتش مجرد عرض فني، دي كانت رسالة موجهة بكل تفصيلة فيها، اللي بدأت بلفتة رمزية لوضع القطعة الأخيرة اللي عليها اسم مصر في النموذج المصغر للمتحف، واللي أجزاؤه متكونة من أسماء الدول المشاركة في الافتتاح. وده كان الإعلان للافتتاح الرسمي للصرح الحضاري الكبير. وبعد كده بدأت مجموعة من العروض المبهرة حيث بلاد الفن والفكر، من أول ما نوروا المسلات في كل حتة في العالم، من الأقصر لباريس لواشنطن لروما، وكأنهم بيقولوا حضارتنا مش حبيسة متحف، دي منورة الدنيا كلها، وسواء كانت موجودة في بلدنا أو بره فهي لسه بتاعتنا. ولما اتكلموا عن اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وقالوا إن اللي اكتشفها طفل مصري اسمه حسين عبد الرسول مش كارتر، والرسالة كانت واضحة إن الحكاية دايما بتبدأ من عندنا بس غيرنا بينسبها لنفسه. أما الابتهالات والترانيم اللي كانت بتتغنى سوا في مشهد واحد فده كان أكتر من مجرد غنى، وده كان إعلان للوحدة الوطنية، لأننا بلد بتجمع الكل مهما اختلف الدين، ولأننا بلد السلام وملتقى الأديان من آلاف السنين لسه على عهدها. حتى النيل اللي كان حاضر في كل لقطة وكل كلمة بيفكرنا إننا ماشيين على نفس المية اللي مشيت فيها مراكب الفراعنة، وإن الشريان ده هو اللي بيجمعنا زي ما جمع أجدادنا، وإن عمرنا ما هنفرط فيه. وفي الآخر الأنوار لما اتجمعت على المتحف كانت الرسالة بسيطة جدا، إن مصر رجعت تفتح أبوابها تاني، وإن المتحف ده منارة للحياة ومركز بيبرز رسالة مصر في نشر السلام والتواصل بين الشعوب.